السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي سنة رابعة. النهاردة معادنا مع شرح الدرس الرابع في مادة الدراسات الاجتماعية، واللي بيتكلم عن محافظات مصر. كلنا عارفين يا سنة رابعة إن مصر دي عبارة عن دولة كبيرة جدا، مساحتها كبيرة جدا، فصعب إن الرئيس اللي بيحكمها يقدر يحكم كل جزء فيها ويدير كل جزء فيها وهو قاعد كده مكانه لوحده. فعلشان كده قسموا الدولة الكبيرة دي لأجزاء صغيرة، كل جزء بقى اسمه محافظة. اسمه ايه؟ اسمه محافظة. كل محافظة بقى ليها حد مسؤول عنها اسمه المحافظ، علشان يبقى سهل ان هما يحكموا كل جزء في مصر بكل سهولة. علشان كده بنقول بقى انه بسبب اتساع مساحة الوطن بتاعنا اللي هو مصر، علشان كده قسمناها لعدد من المحافظات. المحافظات دول كم محافظة؟ 27 محافظة مصرية. يبقى أنا عندي جوه مصر كم محافظة يا حبايبي؟ 27 محافظة. طب ليه قسمنا مصر لمحافظات ما سبناهاش زي ما هي؟ علشان هي مساحتها كبيرة جدا بسبب اتساع مصر. طيب يبقى بسبب اتساع مصر تم تقسيمها إلى عدة محافظات. ممكن هنا يجيلي سؤال ويقول لي بما تفسر، يعني يقول لي السبب ليه تم تقسيم مصر إلى محافظات؟ ليه؟ قول لي السبب. الإجابة هنا بقى هتقول بسبب اتساع مساحة مصر. بسبب اتساع مساحة إيه؟ مصر. ممكن السؤال يتقلب عكس ويقول لك ما النتائج المترتبة على، ويجيب لك ده السؤال ودي الإجابة. يبقى أنا هنا بعكس. يبقى لو قال هنا ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة مصر، يعني ايه اللي بيحصل لما، او ايه اللي عملناه لما عرفنا ان مساحة مصر كبيرة جدا؟ عملنا ايه؟ قسمناها الى عدة محافظات. اتعود كده ان سؤال بما تفسر لو جمع النتائج فانا بجيب السؤال اجابة والاجابة سؤال، بعكس. يعني انا لو عندي السؤال تقسيم مصر لعدة محافظات ليه، هتقول بسبب اتساع مساحة مصر. ممكن لو جه السؤال بقى هنا في الإجابة وقال لك ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة مصر، عملنا إيه بقى؟ تم تقسيمها إلى عدة محافظات. فأنا بعكس السؤال والإجابة. يبقى سؤال ما النتائج هو عكس سؤال إيه؟ بما تفسر. تعالوا بقى لتعريف المحافظة. عايزين نقول يعني إيه محافظة؟ ما المقصود؟ أو عرف لي المحافظة. عرف، قول لي اعمل لي تعريف للمحافظة. هنقول هي إيه؟ طبعا المحافظة هي مساحة من الأرض، لأن المحافظة دي بنقدر نعيش عليها، فهي أرض، جزء من الأرض. يبقى مساحة من إيه؟ من الأرض. تضم عدد من المراكز أو الأحياء. يعني إيه بقى؟ يعني المحافظة دي قسمناها هي كمان، مش قسمنا الدولة بس، قسمنا المحافظة هي كمان لمراكز وأحياء. مراكز وإيه؟ وأحياء. يبقى المحافظة قسمناها أجزاء صغيرة، كل جزء اسمه يا إما مركز يا إما حي. طيب لكل محافظة حدود إدارية. يعني إيه حدود إدارية؟ يعني حدود الدولة بتعملها علشان تقدر تحدد آخر المحافظة دي من أول المحافظة التانية، أو تقدر تفصل بين المحافظة والمحافظة التانية، علشان ما يبقاش كل المحافظات كده داخلة في بعض واحنا مش عارفين دي محافظة مين ودي محافظة مين. علشان كده عملوا حدود اسمها حدود إدارية، علشان تعمل ايه بقى؟ بما تفسر. بما تفسر الدولة عملت الحدود الإدارية ليه؟ علشان تفصل المحافظات عن بعضها. يبقى أنا لو فهمت كويس أعرف أجاوب على أي سؤال. يبقى أنا عندي هنا المحافظة لو عرفتها هقول إيه هي إيه؟ هقول هي مساحة من الأرض تضم مجموعة من المراكز أو الأحياء، ولكل محافظة حدود إدارية تفصلها عن بعضها. ممكن يجي السؤال ويقول بما تفسر لكل محافظة حدود إدارية، هقول علشان تفصل المحافظات عن بعضها. وممكن يجي السؤال أكمل لكل محافظة حدود نقط، هتقول حدود إيه؟ إدارية. فأنت لو فهمت هتعرف تجاوب على أي سؤال. تعالى بقى للخريطة اللي قدامك دي، وطبعا دي خريطة مصر والمحافظات اللي فيها متقسمة ازاي. كلنا عارفين ان دي دولة مصر كلها كده على بعضها، لكن متقسمة لمحافظات زي ما قلنا. كم محافظة؟ 27 محافظة. في منهم كم محافظة كده فوق عند البحر المتوسط بنسميهم محافظات الوجه البحري، بما انهم جنب البحر
علشان كده بنسميهم وجه بحري. وجه ايه؟ بحري. اللي هم في شمال مصر ولا جنوبها؟ طبعا شمال مصر. عندي كمان مجموعة المحافظات اللي تحت دي اللي هي في الجنوب بنسميها وجه قبلي. نسميها وجه ايه؟ قبلي، لانها هنا في الجنوب بعيدة عن الايه؟ عن البحر. يبقى انا عندي مجموعة محافظات هنا فوق اسمهم وجه بحري، وعندي المحافظات اللي تحت اسمها وجه قبلي، ودي طبعا في الجنوب. عندي محافظات تانية بقى لا هي وجه قبلي ولا بحري، ده هي موجودة في الصحراء، سواء المحافظات اللي موجودة دي في الصحراء الشرقية او الصحراء التانية اللي هي الغربية، شرقية او الغربية، او عندي هنا صحراء شبه جزيرة سيناء. اي محافظة في الصحاري التلاتة دي اسمها محافظات الحدود الصحراوية. سميناها حدود صحراوية ليه؟ لانها في الصحراء. يبقى انا عندي محافظات الحدود الصحراوية اللي هي في الصحراء، اللي هي عندي محافظة مطروح نعرف مكانها على الخريطة هنا فوق، وعندي المحافظة الكبيرة دي اسمها الوادي الجديد، وعندي محافظة هنا جنب البحر الأحمر اسمها محافظة البحر الأحمر، وعندي محافظة في جنوب سيناء جنوب سيناء، وعندي محافظة شمال سيناء. عندي 5 محافظات اسمهم محافظات الحدود الصحراوية، والخمسة موجودين في الصحراء. يبقى أنا كده قسمت المحافظات اللي في مصر لكام تقسيمة؟ 3 أجزاء: وجه بحري عند البحر، وجه قبلي بعيد عن البحر، وحدود صحراوية اللي هم في الصحراء. تعالوا بقى نشوف المحافظات دي هنحفظها ازاي ونعرف اسماء الايه المحافظات. تعالوا نقرأها من هنا الاول علشان كل ما هتبص عليها على الخريطة هتعرف مكان المحافظة فين، فلو جالك اي سؤال تعرف تجاوبه. بعدين نحفظها بقى من غير الايه الخريطة. يبقى انا كل ما اجي احفظ المحافظات الكتيرة دي طبعا انا هحفظها واعرف مكان كل محافظة، لان المحافظات دي كلها بتيجي في الاسئلة. فمع التكرار ما تستصعبش بس حفظ المحافظات، لان انت كل ما هتبص على الخريطة كل ما هتعرف مكان المحافظات وهتثبت في دماغك اكتر. فتعالوا المحافظات الوجه القبلي الاول لان هي واضحة اكتر، اما البحر فهي جنب بعض كتيرة جدا. تعالوا لمحافظات الوجه القبلي، بتبدأ من الفيوم فوق هنا وتحتها بني سويف. عندي هنا الفيوم بتبدأ كده بالفيوم محافظات الوجه القبلي من فوق، وعندي تحتها هنا بني سويف، عندي هنا في الغرب الجيزة، وعندي تحت بني سويف المنيا. خد بقى بالترتيب كده لتحت: أسيوط، سوهاج، قنا، عند الحتة البارزة اللي طالعة لبره دي قنا، عندي تحتها هنا الأقصر، وعندي آخر حاجة تحت أسوان. يبقى أنا عندي الفيوم أول حاجة من فوق بتبدأ بيها الوجه القبلي من فوق، تحتها على طول بني سويف، في الغرب هنا الجيزة، وعندي هنا تحتها المنيا. عندي هنا أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وآخر حاجة أسوان. تعالوا المحافظات الوجه البحري بقى، هما جنب بعض كده. عندي هنا جنب خليج السويس عندي السويس، عندي محافظة الايه السويس، فوقيها نفس الايه الحروف اسماعيلية، هنا في سين وهنا في سين علشان تعلم كده بعض المحافظات عشان ما تنساهاش. يبقى انا عندي السويس فوق خليج السويس على طول، فوقيها اسماعيلية فيها سين برضو. تعالى هنا الاول حاجة من تحت عند الوجه البحري اللي هي القاهرة، ودي كده كده عارفين مكانها، عارفين ايه مكانها. طيب تعالوا بقى للمثلث اللي فوق ده اللي هو الدلتا. عندي هنا الشرقية في الشرق والغربية في الغرب، عندي الشرقية في الشرق والغربية في الغرب، في نصهم الدقهلية، في نصهم ايه الدقهلية. وعندي هنا المنوفية تحتها القليوبية، المنوفية تحتها القليوبية. عندي في الغرب البحيرة قريبة من البحر المتوسط، وجه بحري، وجه ايه بحري. يبقى البحيرة وجه بحري من اسمها، عند البحر من اسمها، فعلم كل حاجة بحاجة. وعندي طبعا الاسكندرية هنا عند البحر الأحمر، كلنا عارفين الاسكندرية فيها بحر، وعندي بورسعيد برضو فيها بحر، يبقى عندي بورسعيد هنا في الجنب ده في الآخر، وعندي الاسكندرية لوحدها هنا برضو في الآخر. تاني كده محافظات الوجه البحري: عندي السويس فوق خليج السويس، فوقها الإسماعيلية، عندي الشرقية في الشرق والغربية في الغرب، في وسطهم الدقهلية، تحتيهم المنوفية والقليوبية، آخر حاجة تحت القاهرة. وعندي هنا البحيرة جنب البحر على طول هنا، وعندي بورسعيد في الجنب الشرقي والاسكندرية في الجنب الغربي.
وطبعا محافظات الحدود الصحراوية لازم نعرف مكانهم على الخريطة كويس جدا. عندي هنا مطروح في شمال الصحراء الغربية، وعندي هنا الوادي الجديد، دي اكبر محافظة عندي في مصر اللي هي الوادي الجديد. عندي هنا في سيناء، في جنوب سيناء محافظة، وفي شمال سيناء محافظة، جنوب سيناء وشمال سيناء. وعندي كمان عند البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر، ودول اسمهم محافظات الحدود الصحراوية الخمسة. تعالوا بقى نردد مع بعض المحافظات مرة تانية، لكن احنا اتفقنا احنا لما نحفظ هنحفظ منين الأول؟ من على الخريطة. عندي محافظات الوجه البحري فيها القاهرة، يبقى دي بتيجي كتير جدا، القاهرة اللي هي عاصمة مصر وجه بحري، وجه ايه؟ بحري، لأن هي أقرب من البحر. عندي الشرقية والغربية والإسكندرية والسويس، قليوبية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ والإسماعيلية. عندي المحافظات دي كلها ايه؟ وجه بحري. طيب عندي الوجه القبلي، الجيزة، المنيا، قنا، الفيوم، أسيوط، الأقصر، بني سويف، سوهاج، وأسوان. طيب عندي محافظات الحدود، محافظات الحدود الصحراوية الخمسة كده حفظناهم بقى: الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر. طيب تعالوا نعمل تعريف بقى لمحافظات الحدود الصحراوية. عايزين نقول هي ايه، نعرفها. هنقول هي المحافظات التي تشترك في حدودها مع دول أخرى مجاورة لمصر. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ يعني المحافظة بتاع الحدود دي هي المحافظة اللي ما بين مصر وما بين دولة تانية، اللي هي في النص بتفصل مصر عن الدولة اللي جنبها. زي مثلا تعالى بص معايا كده على الخريطة. على سبيل المثال لو انت بصيت هنا على محافظة الوادي الجديد ومطروح، المحافظتين دول اخر حاجة هنا في مصر من ناحية الغرب، يعني بعدهم في الجنب التاني في دولة تانية غير مصر. عندي هنا مثلا دولة ليبيا، يبقى اللي في النص هنا ما بين مصر وما بين ليبيا هي اخر حاجة في مصر اللي هي مطروح والوادي الجديد. يبقى اخر حاجة عندي في مصر من الغرب مطروح والوادي الجديد. اول ما اطلع منهم ناحية الغرب هروح دولة تانية، يبقى هما في النص حدود، واقفين على الحدود ما بين دولتي والدولة اللي جنبي، علشان كده بنسميهم حدود صحراوية. يبقى انا لما اقول ما المقصود بالحدود الصحراوية او محافظات الحدود، هقول هي المحافظات التي تشترك في حدودها مع دول اخرى مجاورة لمصر. طيب اكبر محافظة احنا قلناها، اكبر محافظة مساحة هي محافظة الوادي الجديد، لكن اصغر محافظة ما قلناهاش هي دمياط، ودي من الوجه البحري، دي وجه ايه؟ وجه بحري، عند البحر المتوسط، وجه بحري عند البحر المتوسط، ودي اصغر مساحة او اصغر محافظة مساحة. يبقى انا عندي اكبر محافظة الوادي الجديد، اصغر محافظة هي دمياط. طيب وعندي شبه جزيرة سيناء فيها محافظتين حدود قلناهم، شمال سيناء وجنوب سيناء. يبقى انا عندي هنا اكبر محافظة الوادي الجديد، واصغر محافظة محافظة دمياط. كفاية كده عليكم النهاردة يا سنة رابعة. اخدنا النهاردة الثلاث اجزاء من مصر اللي هي الوجه البحري والوجه القبلي ومحافظات الحدود، نذاكرهم كويس جدا جدا ونحفظهم على الخريطة، واستنوني ان شاء الله في الجزء الثاني من الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.